سنة 1900 حاجة و80. كان عندي شوية سنين ما يتعدوش ال15. قررت اني اكتب مذكراتي. كان الغرض الرئيسي من ورا كتابتها ان اودي الناس كلها في داهية لما انشرها. ما هي دي كانت كل معلوماتي عن كتابة المذكرات، ان الكلام اللي مكتوب فيها بيودي الناس اللي مكتوب عنهم في داهية، واللي بيكتبها بيتقتل في الاخر. عشان كده كنت همضيها باسم واحد صاحبي بيحب يتقتل. المهم، بعد قرار كتابة المذكرات كان من الطبيعي ان ادور على حاجة اكتب بيها. اشتريت 3 اقلام، احمر وازرق واسود. الاحمر عشان اكتب بيه اسماء الناس اللي هيروحوا في داهيه، عشان تكون اساميهم واضحه لما البوليس يقلب في الاجنده، لانه مش هيكون عنده وقت يقرا كل اللي مكتوب فيها. والازرق اكتب بيه عمايلهم الزرق اللي هيروحوا في داهيه بسبب زرقنا. والاسود عشان اكتب بيه نهايتهم السوداء. وبعد ما اشتريت الاقلام اللي هكتب بيها كان فاضل اشتري حاجه اكتب فيها، فكانت الاجنده الزرقاء. جبت الاقلام اللي هكتب بيها والاجنده اللي هكتب فيها، وفتحت الاجنده على اول صفحه، وبصيت للاقلام الثلاثه المحطوطين قدامي على المكتب. احترت امسك انهي قلم، الاحمر ولا الازرق ولا الاسود؟ مسكت الاحمر. طب اكتب اسم مين؟ ده لسه مفيش حد عمل حاجه، انا الوحيد اللي عملت اني صحيت من النوم. طب اكتب اسمي؟ ما هو مش معقول يعني ابقى اول واحد يروح في داهيه. اصل انا وصحياني من النوم ده عادي، لا في فعل ازرق ولا نهايه سوداء، بالعكس دي بدايه يوم جديد وبدايه كتابه مذكراتي. فكان لازم الاقي قلم بلون محايد اكتب بيه. فتحت درج المكتب، افتجأت لقيت قلم رصاص مبري. مسكته وبصيت لاول صفحه وكتبت: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه يوم الجمعة الموافق 1/1/1900 حاجة و80. استيقظت أنا من النوم في تمام الساعة 10 صباحا لكي أبدأ في كتابة مذكراتي. فجلست على مكتبي ونظرت إلى الأقلام أمامي، الأحمر والأزرق والأسود، واحترت في اختيار واحد منهم. ففتحت درج مكتبي، افتجأت لقيت قلم رصاص، فأمسكت به وقلبت على أول صفحة في الأجندة ونظرت لها. وجدت نفسي أكتب: بسم الله الرحمن الرحيم. إنه يوم الجمعة الموافق 1/1/1900 حاجة و80. استيقظت أنا من النوم. إيه ده أنا بعيد نفس الكلام تاني. اكتشفت إن المذكرات لازم يبقى ليها أحداث، يا إما الأجندة هتخلص وأنا لسه في مكاني. وبصيت إلى أقلامي الأحمر والأزرق والأسود واحترت يا دي النيلة، ده أنا هعيد نفس الكلام برضو. سبت القلم الرصاص وقلت لازم يبقى في أحداث أتحط فيها وأكتب عنها وعني. وابتديت فعلا رحلة البحث عن الأحداث. ابتديت بالأجندة السوداء، ومش هقول لكم الأجندة كانت بتاعت سنة كام، لأن اكتشفت إن ترقيم السنين ما بغيرش كلام كان مكتوب بقلم رصاص. ابتدى بسن رفيع وانتهى بخط تخين. سنة من السنين، صفحة 56. بسم الله الرحمن الرحيم. مقهى صغير يجلس عليه بعض المسنين، كانوا بيتكلموا عن حنية وطيبة أيام زمان لما كان مفيش ولا دار للمسنين، لما كان الابن والبنت حنينين. عارف يا ابراهيم، الوحدة مخليني مايل بالحياة يا اخويا. خير ابني قاعد بره بقاله كتير، نفسي يقولي تعالى اقعد معايا كام يوم. والله نفسي. انا مش هروح، بس هو قالها لي بس. متزعلش، خلاص فاضل شهر ولا 2 ويفتحوا أول دخول للمسنين. يا خيري. الأجندة البندقي صفحة 107 كان مكتوب فيها: بجنيه فول، بجنيه طعمية، بجنيه عيش، وربع جنيه سجارتين، واحدة في الشارع وواحدة في البلكونة. يبقى كده كام يا عبد الرزاق؟ 3 جنيه وربع. قول 5 جنيه بالعلاج والعلام والفسح، اضرب بقى في 3 طقات يعني 15 جنيه في اليوم يا عبد الرزاق، في 30 يعني 450 جنيه في الشهر يا عبد الرزاق. كتير. طب احسب على طقتين كده يبقى 300 جنيه في الشهر يا عبد الرزاق. طب لو طقة يبقى 150 جنيه في الشهر يا عبد الرزاق. طب مفيش حاجة أقل من طقة؟ لا في، إنك تطق تموت يا عبد الرزاق. ياه، أخيرا اتحلت. لقيت في أجنداتي أسامي كتير محمرين وألفات السطور مزرقين، ومفيش ولا نهاية من النهايات المسودين.
ولقيت الأحمر والأزرق فاضيين والأسود يتيم، ما كتبش حاجة ولا كلمة ولا جملة ولا سطر. مع الزمن اللي كان مكتوب بالقلم الرصاص القلم اتمسح، أما النهايات السوداء ما اتكتبتش لأنها أصلا ما حصلتش. ودي كانت آخر أجنداتي، وابدأ سنة جديدة بسم الله الرحمن الرحيم. أجندة جديدة وقلمين جداد، أحمر وأزرق.